السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هيكون تفسير وشرح لنهايه مسلسل اكيلر بارادوكس. وانا الحقيقه مش متعود اعمل النوع ده من انواع الفيديوهات لانه بيكون فيه حرق الاحداث، ولكن بناء على طلبكم واستفساراتكم عن النهايه بانها غير مفهومه قررت اعمل فيديو فيه شرح شبه تفصيلي عن نهايه المسلسل. فبكل تاكيد الفيديو ده هيكون فيه حرق الاحداث المسلسل، فلو انت لسه ما شفتش المسلسل ده اتفرج عليه الاول وبعدها ارجع اتفرج على الفيديو. وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناه لان ده بيساعدني بشكل كبير جدا في ان انا استمر في صناعه المحتوى. ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في الموضوع. 넌 분명히 잡힌다. في اخر 3 حلقات من المسلسل التركيز كله بيكون على سونج تشون اللي بيظهر على اساس ان هو الخصم الحقيقي طول الوقت، عكس لي تانج تماما، لان سونج تشون مفتقد للاحساس اللي يقدر يميز به المجرمين. هو بيتصرف بشكل عفوي ضد الظلم اللي بيشوفه وبيجبر ضحاياه كمان بانهم يكتبوا اعترافات قبل ما يقتلهم، وكمان هتلاقيه بيقتل اي حد ما عندوش فئة معينة من المجرمين هو بيستهدفها. هو فقط ضد الظلم، واللي يثبت ده لما قتل مجموعة من الشباب المتنمرين على السواق، والحدث ده حصل داخل قصتنا. بعدها بنشوف محاولات سونج تشون في انه يقابل مين؟ يقابل لي تانج. عن طريق مين؟ عن طريق روبن، لان هو فعلا عايز يتشارك معاه ويكونوا هما الاتنين في كفة واحدة. ولكن سونج تشون بيخش في حالة صحية سيئة جدا بسبب الدايابيتس، بيجيله مرض السكر. فنبدأ نخش في الجوانب الدرامية لحياة سونج تشون ونعرف من خلال الاحداث دي انه ابن واحد من القتلة انقذوا مين بقى؟ انقذوا جانج نام جام. وسونج تشون هنا كان عنده طموح كبير جدا بانه يكون ضابط شرطة، ولكن بيواجه مشاكل وعقبات كبيرة جدا السبب الاساسي فيها هو والد جانج، واللي بيمنعه من دخول الميجر كرايمز يونت، وحدة الجرائم الكبرى. فكده انتهت فكرة دخول سونج تشون في منطقة جانج نام جام. شاء ام ابى الموضوع انتهى على كده، فما عندوش اي اختيار تاني غير انه يقوي نفسه بنفسه بدون مساعدة اي حد. وبعدها بيحصل تطور في الاحداث لما بيتم القبض على صاحب مطعم جاي من الصين ومعاه كمية من المخدرات اخدها هدية من والد جانج. فيحصل مواجهة عنيفة ما بين سونج تشون ووالد جانج، ووقتها سونج تشون هنا بياخد علقة موت من والد جانج، ولكن سونج تشون ما قدرش يتحمل ده وابتدى ينتقم، وانتقامه ده تسبب في ايقافه عن العمل واصابة والد جانج بالغيبوبة. وبعدها بيتقابل سونج تشون بروبن اللي كان بيديله نظرة من البداية كده على اساس انه شخصية باتمان المحتملة لحماية المجتمع، ولكن عرفنا انه ليه رغبة كبيرة جدا في القتل. ولكن في النهاية بيتخلى روبن عن سونج تشون ويروح الباشا يدي كل المعلومات دي لجانج نام جام ويهرب. وبعد كده بنرجع نركز تاني على شخصية لي تانج، واللي بيشوف روبن فيه انه خلاص بقى عنده الحاسة السادسة اللي من خلالها يقدر يحدد المجرمين، وده بيقلل من عمليات القتل الغير مشروعة. ولكن سونج تشون يبدأ يقتحم بيت روبن ويسرق كل الأدلة المتعلقة بجرائم القتل الخاصة بلي تانج علشان يبتزوا بيها. ولكن تحصل صدفة غير مرتبة هنا بان واحدة من ضحايا سونج تشون هنا بتكون هي حفيدة لمالك شركة بناء كبيرة، والراجل ده على علاقة طيبة مع روبن. فروبن طلب منهم المساعدة، وده تسبب في فشل خطة سونج تشون من خلال الجانجستر. وبعدها بيعرض سونج تشون انه يتعاون مع لي تانج، ولكن بيرفض لي تانج انه يتعاون معاه. واول ما بيوصل الجانجستر بيهرب لي تانج مع روبن، ويبدأ يواجه سونج تشون الجانجستر ورجالته هنا. وبالرغم من تفوقهم العددي والرقمي ولكن بيقتل سونج تشون هنا كل المهاجمين حتى اللي مسلحين بأسلحة فارغة. وبعدها بيواجه سونج تشون رئيس العصابة علشان ياخد منه شوية معلومات عن زعيمهم. فهوب بيبدأ يخطف رئيس العصابة هنا ويبدأ يوصل جانج نام جام هنا، واللي بيكون متوقع ان سونج تشون هيتحرك مع الشرطة، ولكن جانج نام بيتردد في اطلاق النار فيقتل سونج تشون القائد، وهوب يتم القبض عليه. ولكن بيهرب برضه بعد ما يقتل 2 من الضباط اللي بينقلوه لمركز الشرطة. ولكن بعد محاولات كتيرة وبذل مجهود مش طبيعي من الشرطة بتكتشف الشرطة وتبدأ تكشف عن هوية سونج تشون. وبعدها بنبدأ نخش في عقل روبن ونشوف خطته للهروب من كوريا الجنوبية مع لي تانج. ولكن سونج تشون هنا بيتصل بروبن وبيبلغه انه قتل والد جانج في المستشفى على اساس ان الموت هنا رحمة ليه. فبيتورط روبن ولي تانج من خلال الشرطة في حادثة القتل دي، لانهم هما الاتنين مخططين للهروب من كوريا بعد وقوع الحادثة دي مباشرة. فسونج تشون هنا لعبها صح،
ولكن باستخدام النوت بتاعه لي تانج كوسيله ضغط لانها متسجل فيها كل الجرائم، فبيخدع لي تانج هنا مين؟ بيخدع روبن، ويبدا يتعاون مع جانج علشان يقبضوا على سونج تشون. وبتحصل المواجهه دي في مخبأ سونج تشون. فاول ما بيوصل لي تانج للمخبأ بيحصل اشتباك ناري بيتسبب في موت روبن على ايد مين؟ على ايد سونج تشون. وبعدها فورا بيضرب جانج سونج تشون بالنار، وجانج هنا مش بيقتل لي تانج، وبيخرجوا بره المخبأ فتحترق جثتي روبن وسونج تشون، ويهرب بعدها لي تانج للفلبين، ولكن بيتقبض عليه ويرجع تاني لكوريا. ولكن بعد التحقيق مش بيلاقوا عليه اي ادله تقدر تدينه، وتترك النهايه مفتوحه لادانه لي تانج، واللي اعتقد انهم هياخدوا منها خيط علشان يعملوا منها جزء تاني للمسلسل. وبس كده، ده كان شرح شبه تفصيلي لنهايه مسلسل اكيلر بارادوكس بناء على طلبكم. فهنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش بكل تاكيد تدعوا لاخواتنا واهلنا في فلسطين واليمن والسودان. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.